بيبدأ المسلسل مع شفيق وهو بيجري من واحد اسمه معلم لبلوب ورجالته عشان عايزين يقتلوه بسبب انه سرق منه حاجة، ولما بيمسكوه بنعرف ان الحاجة دي هي صفارة توت عنخ آمون الأثرية، والصفارة دي بتخلي اللي يصفر بيها يرجع بالزمن للماضي. ولما معلم لبلوب بيسأله هو سرق الصفارة دي ليه، شفيق بيحكي له قصته. شفيق بيقول له هو صغير امه كانت شديدة عليه جدا وكانت النظرة بتاعته في المدرسة، لكن ابوه كان عكسها تماما وكان مصاحبه هو واخوه الصغير وجيه. ولما ابوه بيموت شفيق بيقرر انه يعتمد على نفسه ويشيل مسؤولية البيت، ولما اتخرج اشتغل بشهادته في السياحة. ويوم عيد ميلاده اصحابه في الشغل كانوا بيحتفلوا بيه، وكان بيحب زميلته في الشغل شيرين وكان مستني الوقت المناسب عشان يتقدم لها. وشفيق كان في لحظة ممتعة جدا وهو شايف شيرين جايبه له التورته وبتحتفل بعيد ميلاده، لكن صاحبه علاء الرخم كان ليه رأي تاني وبيبوظ اللحظة اللطيفة دي وبيرمي التورته على وشه. وشفيق كان بيكره علاء جدا بس مش عارف يخلص منه. بعدها بنشوف شفيق وهو سهران لانه لازم يطلع بفكرة جديدة النهارده يقولها في اجتماع تاني يوم، وفضل يفكر كتير جدا لحد ما وصل لفكرة عبقرية بمساعدة اخوه وجيه، وهي انه يعمل ابلكيشن على موبايل للسياح فيها كل تماثيل المتحف، وبمجرد ما ساح يحط الموبايل على تمثال قدامه التمثال ده هيشرح تاريخه بنفسه باي لغة. قرر يسمي التطبيق ده سواح، وفعلا تاني يوم شفيق بيشرح فكرته في الاجتماع، وساعتها علاء قرر نفس كلام شفيق بطريقة مختلفة وكلهم سقفوا لعلاء، وده لان شفيق شخصيته كانت ضعيفة مع المدير وزمايله، والمدير بيعجب بالفكرة جدا وبيجبر شفيق انه يشغل علاء معاه في المشروع ده. وبعدها مستر طارق بيقول لشفيق ان في كذا مستثمر عجبهم فكرة التطبيق جدا، وان هيتعمل مؤتمر قريب وشفيق هيطلع يشرح فكرة التطبيق قدام المستثمرين. ويوم المؤتمر ده بيكون اهم يوم في حياة شفيق، لان بعد ما يعرض فكرته هيبقى المدير التنفيذي للفرع الجديد في دبي، وبعدها هيتقدم لشيرين. بعدها شفيق بطنه بتوجعه ووجيه بيطلع يجيب له برشام المغص من العربية، بس لما وجيه اتأخر عليه شفيق دخل الحمام بسرعة قبل ما المؤتمر يبدأ. ولما وجيه بيرجع ما بيلاقيش شفيق، وبيشوف كارما اخت ياسمين وبيكون معجب بيها لدرجة انه بينسى شفيق. وبعدها علاء بيعرف ان شفيق في الحمام وبيدخل وراه وبيقفل عليه الباب بالمفتاح عشان يقول هو فكرة شفيق ويسرقها. ومستر طارق فضل يدور على شفيق عشان المفروض يشرح التطبيق حالا، ووجيه بيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه محبوس في الحمام وبيخرجه، بس شفيق بيطلع بيلاقي علاء شرح فكرته خلاص قدام المستثمرين، ومستر طارق قرر يخليه المدير التنفيذي في الشركة في فرع دبي الجديد بدل شفيق. وشفيق بيتصدم وبيحبس نفسه في اوضته فترة وبيجيله اكتئاب بسبب ان كل اللي كان مرتبه باظ في لحظة، ولا خد شغل اللي في دبي اللي كان بيتمناه ولا تقدم للبنت اللي بيحبها، وكمان معرفش يوفي بوعده لاخوه وجيه انه هيسفره يدرس بره. وبعد 6 سنين بنشوف شفيق وهو واقف بيبيع تماثيل قدام الهرم وشعره وقع من الزعل وحالته المادية وحشة جدا. وفي يوم كان قاعد مع سته وبنعرف ان هي والدة المعلم لبلوب اللي شفناه في اول المسلسل، وكانت بتحكي له ان ابنها معلم لبلوب لقى صفارة اثرية كانت بتاعه الملك توت عنخ امون، وان الصفارة دي تقدر ترجعه بالزمن. قرر يسرقها عشان يرجع بالزمن ليوم المؤتمر عشان ما يدخلش الحمام ويصلح حياته اللي باظت ويتقدم للبنت اللي بيحبها وياخد الشغل اللي في دبي اللي كان بيحلم بيه. ولما معلم لبلوب بيعرف حكايته بيتأثر جدا، بس بيقول له ان محدش بيعرف يغير قدره وانه خايف يديله الصفارة. بس بعد ما بيلاقي شفيق مصمم بيوافق يديله الصفارة لحد ما يعمل اللي هو عايزه ويرجعها له تاني، وبيقول له ان الصفارة دي بترجع لأي وقت هو بيحدده في الماضي ولكن لمدة 3 دقايق بس، وبمجرد ما ال3 دقايق بيخلصوا بيرجع للحاضر تاني، واي حاجة هيغيرها في مصيره في خلال ال3 دقايق دول هيلاقي نتيجتها في الحاضر، ويقدر يستخدم الصفارة بعدد غير محدود عادي. كل مرة هيستخدم الصفارة هيرجع في نفس الوقت اللي اختاره اول مرة، عشان كده بيقوله لازم يركز كويس ويختار الوقت المناسب اللي هيرجع فيه. فعلا بيركز جدا في الوقت اللي هو عايز يرجع فيه وبيصفر، وبيلاقي نفسه رجع بالزمن فعلا ليوم المؤتمر، وبيقرر يستغل ال3 دقايق دول صح عشان يصلح حياته اللي باظ. واول حاجة بيعملها بيروح لواحد من المستثمرين اللي كانوا في المؤتمر وبيعرفوا ان هو صاحب فكرة التطبيق وبيقنعه بقدراته، والمستثمر بيكون مبهور بيه. وبعد ال3 دقايق بيخلصوا وبيرجع للحاضر بعد المؤتمر ب6 سنين، وبيلاقي نفسه مالك لسلسلة كبيرة من شركات السياحة، وبيكون رجل اعمال مشهور جدا والصحافة بتصوره، وعلاء بيكون شغال عنده في الشركة، وبيكون في اجتماع عشان الفرع الجديد لشركته. وطبعا ما بيكونش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل لانه ما يعرفش اي حاجة حصلت في ال6 سنين دول. وبعدها بيروح هو ووجيه وبيعرف منه انه بقى غني جدا وبيسافر دول كتيرة جدا، وبيعرف كمان انه اخيرا اتجوز شيرين اللي بيحبها، وبيلاقي انه قاعد في قصر وما بيكونش مصدق نفسه انه حقق كل احلامه، وبيكون عايز يستمتع بحياته مع مراته اللي بيحبها، بس وجيه بيقول له انه مفيش وقت ولازم يغير لبسه بسرعة عشان في اجتماع تاني. ولما بيشوف شيرين مراته بيكتشف ان علاقته بيها وحشة جدا بسبب انه دايما في الشغل وما بيقعدوش مع بعض خالص.
خالص، لدرجة ان كل واحد فيهم بيبات في اوضة لوحده، وبيعرف ان هو نفسه اللي طلب كده، وبيلاقي نفسه بقى تخين جدا ومش مهتم بصحته. تاني يوم بيلاقي علاء في بيته، وبيكتشف ان علاقته حلوة جدا بامه ومراته اكتر منه هو، وان امه ومراته بيحبوا علاء اكتر منه لانه دايما مهتم بيهم، وان علاء بيروح مع 20 كل مشاورها لان شفيق دايما مشغول. وبيعرف ان علاء رايح مع 20 يجيبوا ستاير للفيلا، بس شفيق بيغير وبيقول لعلاء يروح معاه الاجتماع، وبيقول لها تروح هي تجيب الستاير وهو هيكلمها فيديو كول وهيختار معاها. ولما بيروح الشركه شفيق بيكتشف ان هو بيدي لموظفيه شغل قاسي جدا، لدرجه ان هما بيباتوا في الشركه عشان يشتغلوا، وحتى لما بيتعبوا من كتر الشغل بيعلق لهم محاليل وبيكملوا شغل. ولما الاجتماع بيبدا بيحاول يركز فيه وفي نفس الوقت يركز مع 20 في المكالمه عشان يحاول يصلح علاقته بيها. ووجيه بيقرر يدير هو الاجتماع لان شفيق بيبوظ الدنيا. بعدها شفيق كان واقف مع وجيه وبيعرف منه ان هو بيحب كارما اخت شيرين ونفسه يتجوزها، بس شفيق بيكون رافض لانه عايز يجوزه لبنت رجل اعمال مهم عشان مصلحه الشغل. وشفيق بيتضايق من انانيته جدا وبيقرر يصلح غلطته ويجوزه لكارما، وبيقول له ان النهارده بالليل هتكون خطوبتك على كارما. ووجيه بيكون طاير من الفرحه انه وافق، وبيكون مستغرب هو ازاي اتحول كده. بعدها شفيق بيروح الشركه وبيفضل يشتغل لحد ما بينام من التعب، وللاسف لما بيصحى بيلاقي ميعاد خطوبه اخوه اللي حدده فات، وبيجري على الفيلا عشان يلحق الخطوبه، بس بيوصل بيلاقي الخطوبه خلصت. وبيعرف ان علاء قام بدوره لما هو ما جاش، وبيزعل من نفسه ومنهم لما بيلاقيهم مش فارق معاهم وجوده، بس بيعرف ان هو اللي معودهم على انه دايما مش موجود في الاوقات المهمه. وبيخرج بره لوحده وهو زعلان، امه بتخرج وراه لما بتحس انه متضايق، وبيقول لها انه مبسوط جدا بالمنصب اللي هو فيه وانه بقى ناجح في شغله، لكن مش ده اللي هو كان بيتمناه، وما كانش عايز نجاحه يبقى على حساب عيلته. واول ما امه بتخرج هو بيطلع الصفاره عشان يرجع للماضي تاني وياخد فرصه تانية يصلح بيها حياته. وبيرجع فعلا ليوم المؤتمر، والمره دي بيقرر يقرب من مستر طارق مديره في الشركه، بس وهو واقف معاه بيلاقوا صوت دوشه قدام الفندق، ومستر طارق بيقول له يخرج يشوف ايه الدوشه دي. ولما بيخرج بيلاقي فرقه ايقاع عايزه تدخل الفندق والامن بيمنعهم، فشفيق بيحاول يمشيهم بسرعه عشان يلحق يرجع لمستر طارق لان مفيش وقت. لكن بيلاقي واحد في الفرقه اسمه كاوتش عارفه وكان معاه في المدرسه، وبيفضل يرغي معاه لحد ما ال3 دقايق بيخلصوا. وشفيق بيفوق بيلاقي نفسه على مسرح ومعاه فرقه، وبيعرف انه بقى مغني شعبي معروف جدا واسمه نونو وعنده جمهور كبير جدا. وبعد الحفله شفيق بيكون مستغرب جدا هو ازاي بقى مغني شعبي وازاي الناس ذوقها وحش كده وعاجبهم اللي هو بيعمله، وبيكون متضايق جدا للي وصل له وبيكون عايز يسافر ويرجع للماضي تاني. بس وجيه اخوه بيكون سعيد في الحياه دي جدا، فبيقرر ما يسافرش دلوقتي لحد ما يشوف اخرته. بعدها بيدخل عليهم رقاصه اسمها سميه، وبيعرف انها قاعده معاهم في البيت، ولما بيروحوا سميه بتسيبهم وبتدخل تنام في اوضتها، وبيقعد مع وجيه عشان يعرف حياتهم الجديده اكتر، بس ما بيفهمش منه حاجه. وبعدها وجيه بيقول ان هو عايز يتجوز سميه الرقاصه لانه بيحبها، بس شفيق بيكون رافض وبيكون متضايق ان تفكير وجيه بقى كده. بعدها شفيق بيقرر يدور على شيرين عشان يشوف حياتها عامله ازاي دلوقتي، وبيفضل يدور عليها كتير في موبايله وسط رسائل المعجبين لحد ما بيلاقيها بعتله رساله من فتره كبيره بتقوله فيها انها بتحب اغانيه جدا، وبيفرح وبيطلب منها يتقابلوا. ولما بيدخل لامه عشان يطمن عليها بيلاقيها مش مبسوطه للوضع اللي هما بقوا فيه، وبعدها بيسيبها وبيدخل ينام في اوضته. وفجاه بيلاقي سميه داخله عليه الاوضه وهي بتتسحب، ولما بيقول لها ايه اللي دخلك هنا بتقوله ان هو اللي طالب منها كده، وانها مش اول مره وهم على علاقه ببعض من فتره. وبيتضايق جدا من نفسه عشان وجيه اخوه بيحبها، وسميه بتقول له هيعمل لها الاغنيه اللي وعدها بيها امتى، فبيوعدها ان تاني يوم هيعملها لها بس تسيبه وتمشي دلوقتي. وتاني يوم شيرين بتروح لشفيق الحفله زي ما قال لها، وبتقول له ان هي بتحبه جدا ونفسها تحضر له حفله من زمان، وطول ما هم واقفين بيلاقوا بنات كتير معجبه بيه وبتصوروا معاه. وشيرين بتقول له ان اختها كارما بتعزف آلة اسمها لاير هارب وبتحبه جدا ونفسها تعمل اغنيه معاه. وشفيق بيكون مستغرب جدا لان كارما بتعزف موسيقى راقيه وهو بيغني شعبي، وبيكون مش عارف ازاي هيعملوا اغنيه مع بعض لانهم مش لايقين على بعض، بس بيوافق عشان خاطر شيرين. وبيعرف من شيرين ان علاء دلوقتي بقى شاعر، وبيلاقي علاء وراه حتى لما ساب مجال السياحه. وبيعرف من شيرين ان امها بتحب علاء وموافقه على جوازهم، وبتكره شفيق جدا لان اغانيه وحشه وبيقول فيها اي كلام. وبعدين وجيه بيجي يقول له ان ميعاد الحفله بدا وبيدخل يخلص فقرته. وبعد الحفله بيروح هو ووجيه يوصلوا شيرين للمكان اللي هي رايحاه، بس وجيه بيقول ان هو شخص معروف جدا وما ينفعش يظهر في الشارع عشان الناس. بس لما بيعرف ان شيرين رايحه على علاء بيصمم يروح يوصلها، وعلاء بيكون قاعد على القهوه وبيقول القصايد بتاعته للناس، وبيكونوا مبسوطين جدا من القصيده. بس اول ما بيشوفوا شفيق بيجروا عليه عشان يتصوروا معاه، ولما بيقعدوا شفيق بيفضل يرمي كلام على علاء لانه بقى ناجح واشهر منه. وعلاء بيتضايق جدا وبياخد شيرين وبيمشوا. تاني يوم شفيق بياخد وجيه وبيروحوا لكارما، وبتقول له انها بتحبه جدا وشايفه ان الاغاني بتاعته مختلفه وبتليق على كل الالات.
وبعدها بيروح هو ووجيه للاستوديو بتاعهم وبيحاول يكرهوا بسمية ويقنعوا بكارما. ولما وجيه ما بيقتنعش شفيق بيضطر يقوله ان هو كان على علاقة بسمية اللي هو بيحبها وانها مش كويسة وكانت بتجيله الأوضة بالليل، بس بيكتشف ان وجيه عارف اصلا ومش فارق معاه، وبيكون مستغرب ان وجيه تفكيره وصل لكده. وفي نفس اليوم بالليل بيلاقي سمية داخلة عليه الأوضة تاني، فبيعرض عليها انه يعمل لها ألبوم كامل مش أغنية واحدة بس زي ما كانت عايزة، مقابل انها تسيبه في حاله هو واخوه تختفي من حياته. وساعتها بتوافق على طول. وتاني يوم بيكون ميعاد حفلتهم مع كارما، تكون معمولة في مركب في النيل، وكارما بيبان عليها انها معجبة بوجيه، لكن وجيه بيكون بيتهرب منها عشان مش حاببها. بعدها كارما بتقول لشفيق ان في فيلم وثائقي اتعمل عن انجازاته، توري له الفيلم، وشفيق بيكتشف ان العالم كله بيحبه مش مصر بس زي ما كان فاكر. وهم واقفين صاحبه كاوتشا اللي قبله يوم المؤتمر دخل عليهم، وساعتها شفيق بيحاول يعرف منه ايه اللي حصل عشان يبقى مغني شعبي. وبيقول له يوم المؤتمر لما شافه مسك فيه وصمم ياخده معاه الشقة، وكان عامل فيها استوديو بيسجل فيها اغاني شعبي. ويومها شفيق فضل يلعب على الالات وسجلوا اغنية ونزلوها على النت، وتاني يوم الاغنيه بقت ترند وبتشتغل في كل حته في مصر. ويومها شفيق قرر يكمل في طريق الغنى الشعبي، ولما اتشهر اتنك على كاوتشا وما بقاش يرد عليه، وكاوتشا بعدها ما كانش لاقي شغل وسرق واتسجن. ولما طلع من السجن جاله دلوقتي عشان يشغله معاه. بعدها شيرين بتكلمه وبتقول له انها وصلت المركب اللي هتعمل عليها الحفله، ولما بيعرف انها متخانقه مع علاء بيفرح جدا، وبيعرف منها ان هو السبب في الخناقه دي بسبب اليوم اللي ضايقوا فيه على القهوه، وبيعرف منها ان علاء بيغير منه. بعدها سميه بتوصل مع واحد ارتبطت بيه عشان تنفذ خطتها مع شفيق وتكره وجيه فيه. وساعتها شفيق بيكون بيتفق مع شيرين انهم هيتعشوا مع بعض بعد الحفله، وبيتصل بوجيه عشان يعرفه، بس بيلاقيه واقف فوق المركب وعايز ينتحر. وساعتها بيطلع الصفاره وبيرجع بالزمن بسرعه قبل ما وجيه يموت نفسه. هو بيرجع للمؤتمر تاني وبيقرر يقنع مستر طارق بيه بطريقه مختلفه، وبيقول له ان نفسه يديله فرصه زي علاء، وانه هيعمل اي حاجه عشان يقتنع بقدراته. وساعتها مستر طارق بيشاور له على اخته اللي شايله ابنها، وبيقول له ان جوزها مات وهي بتربي 3 اطفال لوحدها. بس شفيق ما بيكونش فاهم حاجه وهي علاقه اخته باللي هو بيتكلم فيه. ومستر طارق بيفضل يتكلم عن اخته لحد ما ال3 دقايق بيخلصوا، وشفيق بيفوق في المستقبل بيلاقي نفسه في مدرسه في مكتب المديره وقدامه 3 امهات، وبيلاقي نفسه اتجوز ريهام اخت مستر طارق وهو اللي بيربي عيالها. وبيقولوا له ان واحد من ولاده ال3 اسمه بيجاد قفشوه 11 مره في حمام البنات، وكل واحد من ال3 عامل مصيبه شكل وكل الناس بتشتكي منهم. وشفيق بيكتشف ان ريهام سابته وسافرت وسابت له عيالها وهو اللي بيربيهم لوحده، وبيعتذر للامهات اللي قدامه، وبيخرج يكلم وجيه عشان يفهم حياته الجديده منه. وشفيق بيخرج له وبيستنوا الولاد عشان ياخدوهم من المدرسه ويروحوا. ولما بيروحوا شفيق بيكتشف ان امه بتحب الولاد جدا وبتعتبرهم احفادها بجد. وبيمسك الموبايل وبيشغل اخر ريكورد من ريهام اللي بتقوله فيها انها تعبت من المسؤوليه وبتوصيه على عيالها، وبيكون في صوت واحد معاها في الريكورد، وبيعرف انه علاء وسافرت معاه عشان تشم نفسها. وبيلاقي 2 من الولاد بيحضنوه وبيكتشف انهم بيحبوه جدا وبيعتبروه ابوهم فعلا. وبيلاقي الولاد معلقين صور ليه كتير في كل حته وكاتبين عليها كلام حلو، وبيتأثر بحبهم ليه. بعدها وجيه بيعرف شفيق انه بيجهز ورق السفر عشان هيعمل الماجستير في امريكا. بعدها بيكون عايز يعرف علاقته ايه بشيرين بعد ما اتجوز واحده غيرها، وبيلاقي ان اخر كلام بينهم كان من سنه لما حاول يرتبط بيها بعد ما ريهام سابته ومشيت. بس شيرين كانت رافضه لانه اتجوز ريهام عشان مستر طارق يرقيه وانه بتاع مصلحته، وبتقول له ما يحاولش يكلمها تاني. وتاني يوم بيروح الشغل بيعرف انه بقى المدير التنفيذي للشركه، وعلاء وشيرين شغالين معاه في نفس الشركه. وبيطلب من شيرين تجيله المكتب عشان يتكلم معاها، وبيحاول يتأسف لها على كل حاجة حصلت، وبيطلب منها يفتحوا صفحة جديدة. وهم قاعدين اياد ابنه بيتصل بيه فيديو وبياخد رأيه في حاجة، وكل شوية حد من عياله يتصل بيه وهو قاعد مع شيرين. وساعتها بيخاف ان علاقته بالولاد يأثر على قرار شيرين، وبيطلع الصفارة عشان يرجع بالزمن تاني. بس بيكتشف ان العكس حصل، وانها حبته عشان واخد باله من 3 ولاد وهم اصلا مش ولاده، وانها موافقه انهم يفتحوا صفحه جديده. بعدها شفيق وعلاء بيتخانقوا في الشركه ومستر طارق بيهديهم، وبيقول لشفيق ان جوز ريهام القديم اللي مات اللي هو اول 3 ولاد اللي هو رباهم كان عنده مصنع في ايطاليا يقدر ب 12 مليون دولار، والشرطه كانت حاجزه على المصنع كل السنين دي. بس المشكله اللي عليه اتحلت والمصنع بقى ملك الاولاد، ولانهم لسه صغيرين فشفيق هيكون الوصي عليهم لحد ما يكبروا. وساعتها شفيق بيعرف ليه ريهام بتحاول هي وعلاء يتواصلوا مع الاولاد. بعدها شفيق بياخد الاولاد وشيرين الملاهي عشان يتعرفوا على بعض اكتر، ووجيه وكارما بيكونوا معاهم، وبيبان ان وجيه معجب بكارما بس هي بتكون رافضه. وبعدها بيلاقوا ريهام وعلاء جايين عشان يقربوا من الاولاد، بس الاطفال بيكونوا متضايقين من مامتهم ومش واخدين عليها لانها سابتهم واختفت فجاه. وبالليل شيرين وكارما بيروحوا البيت عشان تساعد شفيق لمذاكره الاولاد، وشيرين بتكون اتعلقت بيهم جدا
وبنشوف شفيق قبل ما ينام وهو مبسوط جدا وبيحس ان هي دي الحياة المثالية، لان عنده اولاد بيحبوه وعلاقته كويسة بشيرين، وكمان اخوه بيتطور في دراسته وبيحقق اللي نفسه فيه، حتى امه مبسوطة وراضية عنه. وخلاص تاني يوم هيتجوز شيرين وبيحس ان دور الصفارة خلص، وبينام وهو ماسك الصفارة، بس ابنه بيدخل عليه الأوضة ولما بيشوف الصفارة بيحطها في بقه، وبمجرد ما شفيق بياخد نفسه بيرجع للماضي تاني غصب عنه.